السلام عليكم. الحلقة النهاردة المفروض بتتكلم عن التعليم، وأنا بصراحة شايف إن أنسب مكان إن أنا أتكلم فيه عن التعليم هو السرير. أنا كطالب ما كنتش بعرف أذاكر غير على السرير، سيبك بقى من شغل المكاتب والترابيزات وهات لي معاك مسطرة وأنت جاي، هات لي معاك شكرتون وتفلون. شكرتون وتفلون إيه؟ هو أنت طب أنت كهربائي ولا سباك؟ أنت طالب ثانوية عامة يا ابني، فسيبك بقى من كل ده، خلينا بس نتكلم عن الناس دي. يعني طلاب أولى وتانية ثانوي، اتبسط يعني، اتبسط واخرج واعرف ناس جديدة واعرف أماكن جديدة، عشان لما تخرج وتدخل تالتة ثانوي تبقى عارف هتاخد فلوس الدرس توديها فين. انا واثق ان الكلام ده مش هيعجب اميرة بحجابي ولا ام محمد وملك ورحمة، يعني فتمام. انا كده كده ما باخدش الكلام ده على محمل الجد، يعني اللي هو انت هتبوظ الجيل، انت مش عارف ايه شباب اليومين دول. اللي بيها الناس اللي بتاخد هزار جد دي ما تفرقش معايا، شكرا. والله انا زعلان. خلينا بقى في تالتة ثانوي. بالنسبة للغة الإنجليزية، إنجلترا احتلت بلدك 72 سنة، محدش كان عايش يتكلم إنجليزي. حصل عدوان ثلاثي على مصر فرنسا وألمانيا، وما حدش يتكلم بلغته. اتكلمنا معاهم بالأصول، يا جماعة ما يصحش، خدوا السلاح والرجالة واتكلوا على الله. ما فهموناش، قالوا حاجة ما فهمناهاش، دبنا في بعض، ربك نصرنا عشان احنا على حق. فلو اللي ما اتعملش في 72 سنة انت هتعرف تعمله في 10 شهور، يعني انا ممكن اجوزك بنت خالتي. ده بالنسبه للغه الانجليزيه. واللغه التانية نيجي بقى للرياضه. انا بقى ممكن اقول لك بجد تعمل ايه في الرياضه، سواء بقى كانت استاتيكا، ديناميكا، تفاضل، جبر، هندسه. يعني مسائل صعبه، مسائل سهله ما كنتش بحل، انا ما بحلش، فمش هقدر اشرح لك في الرياضه لان انا ما عرفتش احل فيها، وكمان ما عرفتش اغش فيها كمان. عندنا مادة ايه تاني؟ العربي. بالنسبة للقصة، انا عارف ان هي طويلة ومملة، 22 او 24 فصل تقريبا، فاوعى تذاكر قصة. دي موهبة ربنا اداها لي واداها لك كمصريين، احنا احسن شعب يألف قصص. انا لو جبت واحد مصري مات اصلا قبل ما طه حسين يتولد وقلت له مين طه حسين، هيقول لي صلى على النبي عقبال ما يفكر في اي حاجة يقولها. طه حسين ده كان سمسار وكان ساكن في الدور اللي فوقيه، بس هو كان كل يوم يشد مع صاحب العمارة وبيشد مع السكان وبتاع، عشان هو كان مريض، كان عنده القولون العصبي والبنكرياس الهادي، فكان طول الوقت جواه في صراعات، فالاتنين مش كانوا متفقين يعني. فضل تعبان فترة بقى وايه، وجاله اكتئاب حاد ومزمن، وفضل يعالجه من الإزمان، وكان على يد يعني، كنت عمال اوديه مصحات ويهرب، اوديه مصحات ويهرب لحد ما ايه، توفاه الله. هتسأل واحد تاني تقول له طه حسين مين؟ يقول لك طه حسين ده احسن باك شمال في مصر، مفيش كوره بعد طه حسين. هتسأل واحد تالت يقول لك ده كان فرقة ام كلثوم. هتسأل واحد تاني يقول لك مش عارف. فاوعى تذاكر قصة، انت هتسلك فيها انا متأكد. نيجي بقى للنحو. يعني النحو عندك ايه؟ تعبير وقراءة وبلاغة. يعني التعبير عبر، القراءة اقرأ، البلاغة اقرأ برضو، يعني البلاغة اقرأ. وال20 درجة بتوع النحو مش هم اللي هيقفوا عقبة قدامك، يعني قدام عشان تبقى نوبل. يعني الأدب بقى هنا في وقفة بقى، يعني هنا خلاص الكلام جد. نيجي بقى للإيه؟ للأدب. مفيش موقف هيجي قدامك إذا كان في حياتك العاطفية، حياتك الاجتماعية، المالية، أي حياة ليك، مفيش موقف هيجيلك هتلجأ فيه لوصف الناقة. مهما كان مش هتوصف الناقة، مش هتوصف الخمر، مش هترسي حد. الغزل الصريح والغزل العفيف الاتنين قلة أدب وسفالة، فأدب اللي انت بتتكلم عليه. بالنسبة للفيزياء أنا بقول من زمان نبطل نشجع الترندات التافهة، نبطل نشير حتى عشان نشتم. ده واحد كان قاعد تحت شجرة وقعت عليه تفاحة، الدنيا قامت ما عادتش، وكله شير، وما كانش فيه فيسبوك ساعتها، فكانوا بيشيروا كده زي فيلم ابراهيم الابيض اللي هو ايه، اسحاق نيوتن معاه تفاحه، اسحاق نيوتن معاه تفاحه كده. فجاه الناس اتجمعت، مش عارف ايه اللي حصل. طب لو ما كناش عملنا كده، لو كان اول واحد قبله نيوتن قال له انا كنت قاعد تحت الشجره، فجاه يعني قال له ثواني ثواني ثواني، انت ايه اللي مقعدك تحت الشجره؟ ليه ما شفتلكش شغلانه ولا حاجه مفيده تعملها؟ ما كانش زمان كل ده حصل، ولا كان زمان بقى في جاذبيه ولا سرعه ولا مش عارف ايه، فانا مش هتكلم عن ده. نيجي بقى للكيمياء. الكيمياء فيه عضويه وغير عضويه. ابدا بايه؟ ابدا بذكر الله، هتلاقي قلبك انشرح، هتلاقي نفسك بتستغفر، بتتوب. يا سلام بقى لو تقوم تتوضى وتصلي لك ركعتين، تتعبد، وتنسى بقى اي حاجة وحشة انت عملتها في حياتك. لا العضوية باقية ولا الغير عضوية باقية، عملك الصالح والطيب هو اللي باقي لك. ده بالنسبة للكيمياء. بالنسبة بقى للجيولوجيا، انا قلب الدنيا من امبارح على افيه للجيولوجيا، مش لاقي افيه للجيولوجيا، فانا مش هتكلم عن الجيولوجيا. بالنسبة بقى للمواد الأدبية، أنا لسه قايلك إن أنا كنت علمي رياضة، فمش هقدر برضه أشرح لك حاجة في المادة الأدبية. يعني دي الثانوية اللي مش هقلب لك حياتك، هي دي الثانوية العامة اللي عاملة لك أزمة أهو. خلصناها في شوف أقل من قد إيه، شوف بقى. فما تخافش من أي حاجة، المجموع اللي هتجيبه ارضى بيه، والمجموع يا ابن الحلال اللي هتجيبه ارضى بيه. وسيبك بقى من الناس اللي كانت بتقول لك أنا كنت بذاكر بال 17 18 ساعة على لمبة جاز تحت في قاع المحيطات، وما كنتش بسيب القلم إلا إذا جت رصاصة في إيدي. كدب، كل الكلام ده كدب. فالكلية اللي هتجيلك يا ابن الحلال ادخلها، وسيبك برضو من اللي بيقول لك لازم كلية طب أو هندسة.
لازم هم دول الكليات اللي فيها فلوس، هتنام وتصحى أول ما تصحى تنف في 5 جنيه. فسيبك من الكلام ده في دكاترة ومهندسين دلوقتي مش لاقيين شغل ولا لاقيين فلوس. فابن الحلال برضو سيبها على الله، وجزاني وجزاك الله كل خير.